شلون اعرف ان جهازي الايفون مراقب او عليه عمليه تتبع؟ يعني نعرف وين مكان الجهاز بالضبط. هذا السؤال دائما يتكرر من اغلب المستخدمين، علما بان هذا الامر يصير برضاك انت اثناء عمليه مشاركه الاي كلاود مع اشخاص ثانيين. بعض المرات تصير بحسن نيه وانت ما تدري، اما ان جهل بعض الامور التقنيه، او خلينا نقول ممكن ان انت بتعطي شخص ثاني انه ينزل تطبيق معين من الاب ستور، الشخص الثاني عن طريق الخطا ثبت الايميل على الاي كلاود ماله، فبالحاله هذه تصير عمليه مشاركه للبوم الكاميرا، للملاحظات، ايا كان من بيانات الجهاز مع الشخص الثاني، وكذلك موقع الجهاز. احنا بنقول بحسن نيه بعيدا عن التجسس والامور هذه كلها. طبعا اذا تبي تعرف اذا في احد مشارك معاك الاي كلاود ولا لا، شوف الشرح وياي. طبعا اللي تحتاجه انك تدخل على اعدادات الايفون، بعدين عندك هني فوق اول القائمه اعدادات الاي كلاود نفسه، راح تبين عندك قائمه تحت، تنتظر ثواني بس لين تبين معك. بعد ما تبين معك ارفع الشاشه فوق، راح تبين معك اجهزه. الاجهزه هذه مرتبطه بحسابك الاي كلاود. ركز على النقطه هذه، اذا كان عندك اكثر من جهاز تمتلكهم شخصيا ورابط عليهم نفس الاي كلاود، راح يبينون هني بالصفحه هذه، سواء ايفون، ساعه، جهاز ماك، جهاز ايباد، راح يبينون بالقائمه هذه. اذا شفت جهاز غريب اول مره تشوفه، ادخل عليه بالشكل هذا، راح تبين لك بعض التفاصيل وبعض البيانات، منها رقم الهاتف. ممكن يبين لك رقم الهاتف اللي انت رابط عليه حسابك الاي كلاود الجهاز نفسه. اذا شفته غريب اول مره، سوي له ازاله. هذا باختصار. طبعا اللي شرحت لكم انا من خلال الاي كلاود انك شلون تعرف اذا جهازك عليه تتبع او مشاركه بيانات. طبعا البرامج الثانيه، كل برنامج انصحك انك تفعل التحقق بخطوتين على كل برنامج، كذلك حسابك الاي كلاود فعل التحقق بخطوتين، نقطة مهمة لتأمين بياناتك وحماية حسابك من اي عملية تجسس او اختراق او خلينا نقول تتبع. وهم النصيحة بعد اللي دائما كنت اقولها، كل شخص لازم يكون له حساب اي كلاود شخصي، ما انصحك تشاركه مع اشخاص ثانيين. اذا عندك اكثر من جهاز عادي شارك اجهزة شخصية لك انت، شارك الاي كلاود مع اجهزتك الشخصية لسهولة نقل البيانات بين اجهزتك. والله يعطيكم العافية.